لو انت لحد النهارده لسه ما تعرفش يعني ايه طب تكميلي، اسمعني الدقيقه دي. الطب التكميلي بيساعدك انك تعيش حياه صحيه سليمه خاليه من الامراض باستخدام اساليب طبيعيه زي الحجامه والحقن بسم النحل والعلاج بالاعشاب واسلوب التغذيه العلاجيه او التغذيه الصحيه السليمه. كلها حاجات طبيعيه مسانده ومكمله لعلاجك العادي. يعني انت بتبقى بتكمل علاجك العادي بس بتلتزم باساليب صحيه او بيتعمل لك بروتوكول تقدر انك ايه يساعدك انك تتعافى وتشفى بسرعه. طيب في ناس كتير بتقعد تقول طب يعني ازاي طب تكميل هيقدر يخلصني من مرض زي الروماتويد؟ خليك معايا واحده واحده. انا ماجستير طب تكميلي وتخصصي امراض مناعه والتهابات. عارفين يعني ايه؟ يعني كل مرض مناعي بنشتغل على السورس بتاعه، الاساس. المرض ده ابتدى من فين ويأثر على خلايا ايه، فنبدأ ان احنا نعالج المشكلة من اساسها او ننتهج منهج اخر، الا وهو ايه؟ ان انا بشوف المشكلة من فين اصلا وابدأ ان انا اعالجها. طيب المشكلة دي ضربة في الجهاز المناعي، حصل فيه خلل، حصل خلل في انتاج الخلايا التائيه اللي هي التي سيلز او الخلايا البي سيلز او الريسبتورز نفسها بتاعه المستقبلات الحسيه اللي جوه جسمك نفسها. فالعلاج ده بنعمل ايه؟ بنعالج الخلل نفسه، بنشوف ايه اللي ناقصه، العناصر اللي ناقصاه بنديها له، العلاج اللي محتاجه بنديهوله. بس دايما بنستخدم المصادر بتاعتنا ناتشرال، طبيعيه 100%. هو ده الفرق بين الطب التكميلي او الطب الدوائي العادي. الطب الدوائي العادي طبعا كلنا عارفينه، هو بيعتمد على علاج المشكله، وده ضروري برضو، لان مش هينفع مثلا انت داخل لدكتور ضغطك 200 على 180 مثلا وتقول لي تعالي عالجيني بالطب تكميلي. لا، الحق نفسك الاول وتنقذ، وبعد كده نبدا نشوف بقى المشكله فين ونصلحها. الى اللقاء في معلومه جديده.